ناس كتير عندها مشكلة في التصميم بصفة عامة، ولكن عند تصميم السوشيال ميديا هي بتكون حباه وحابة انها تطلع شغل كويس، ولكن هي بطبيعتها بتخاف انها تجرب. عشان كده هنجرب مع بعض في تصميم بسيط وسهل، مش هياخد وقت، هنطبقه مع بعض. ولكن المطلوب منك عشان تتعلمه صح انك اثناء ما بتشوف الفيديو وقف الفيديو، اعمل كل خطوة وانت معايا في الفيديو زي ما انا بعمل، انت اعمل بالظبط. هتلاقي نفسك طلعت التصميم ببساطة وبهدوء ومفيش اي مشكلة خالص. فتح معايا المقاس بالشكل اللي قدامي. هبدأ اروح عند element وهختار الشكل المستطيل او المربع على حسب، وابدأ اكبره في مساحة العمل بالكامل. هروح عند الكلر وهغير لونه وهخلي لونه باللون الاصفر اللي قدامي بالشكل ده. طيب هروح عند مربع تاني كمان وهبدأ اخده بالشكل ده واكبره في المساحة اللي هتكون قدامي بالشكل ده. لو احتجت اكبره تاني هبقى اكبره، ولكن انا شايف ان هو كده كويس. هعمل عليه سيلكشن وهروح عند الكلر وهختار عجلة الالوان وهختار جريديان من هنا، وابدأ اضغط على الجريديان اللي هو غامق من بره وفاتح من جوه، واروح عند الفاتح هنا ابيض، اداني اللون الابيض اهو. انا هغيره، هروح اخلي عجلة الالوان هنا وهخلي اللون ده بالشكل ده كده وعشان اتحكم فيه. وبعدين هاجي نفس الطريقة ولكن هختار الدرجة الاقل، بس انا محتاج دي اغمقها شوية اخليها بالشكل اللي قدام. تاني خطوة هختار الإليبس اللي هي الدايرة، وهبدأ أنا هخلي لونها لون أصفر عشان تظهر معايا من الأي دروبر دي، وهختار نفس اللون ده. وبعدين هروح عندها وهضغط بالشكل ده كده وهبدأ أكبرها شوية. لحد كده الكلام حلو قوي، تمام؟ طيب جميل جدا الكلام ده. من نفس الإليبس دي هعمل منها دوبليكيت، من هنا كده عشان تعمل لي واحدة تانية واخليها تحتها بالظبط. ازاي؟ هروح عند الثلاث نقط واختار البوزيشن وبعدين لاير، وهاجي عند الدايرة اللي فوق دي وهسحبها تحت دي كده، بقيت تحتها وانا عامل سيلكشن عليها. لو ضغطت على الكلر وغمقت لونها شوية هتديني شكل زي ما احنا شايفين كأنه ثلاثي الابعاد شوية. اتحكم بقى فيها بالشكل اللي قدامك ده، نزلها سنة بسيطة وبعدين هي كده انا شايفها مظبوط. تبدأ بقى تروح عند المستطيل تاني وتجيب مستطيل بالشكل ده وتبدأ انك تقلله بالشكل اللي قدامك بالمنظر ده. مش بالضرورة تعمل نفس التصميم اللي بعمله، ولكن دلوقتي اتمرن معايا على التصميمات دي. غير لون المستطيل لنفس لون الاصفر اللي جوه عشان يبقى بالمنظر اللي قدامك بالشكل ده كده، تمام؟ طيب انا حاسس ان الدايرتين دول عايزين، القرصين دول عايزين ينزلوا شويه، عايزين ينزلوا لتحت شويه، حاجه بسيطه كده. فهاخدهم الاثنين مع بعض وهبدا اسحبهم بالمنظر اللي قدامي واخليهم في النص شويه عشان يبقوا في نص المربع. وهحرك برضو القرص المستطيل ده شويه، هحركه بالشكل اللي قدامي. الكلام ده حلو قوي. طيب انا عشان بستخدم حاجه بس كروكي للشرح، فانا هختار هنا برجر. هكتب برجر، هيظهر معايا الاشكال البرجر. انا ممكن مثلا اشوف الفوتو، لو في فوتو كويسه ممكن اروح عند جرافيك. هي في الفوتو كويسه عشان تبقى حاجه طبيعيه. ممكن اقول بس كان في حاجه ظاهره معايا، ده شكله جميل، ممكن اختار الشكل ده وابدا احطه هنا كده، تمام؟ الكلام ده حلو قوي، يعني شكله كده بدأ يظهر معايا. هحتاج ظل تحت البرجر، هحتاج له ظل تحتيه. هاجي هنا وهكتب ظل، هجيب الظل ليكن الشكل اللي قدامي ده وهبدأ ان انا اصغره شوية وهجيبه، بس هو هنا فوق البرجر فبسيطة. هروح عند البوزيشن وعند ظهر معايا، لو ظهر معاك الشكل ده في لاير جنبها، ابدأ اسحب الشادو وحطه تحت البرجر اهو، بقي تحت البرجر كده، جميل. طيب
ممكن نقلل الاوباسيتي شويه من هنا، الشفافيه بتاعته بالشكل ده كده، يعني قربنا شويه من اللي احنا عايزينه. طيب عشان يظهر معايا المنظر اجمل، هروح دلوقتي اكتب الجمل اللي انا عايزها. طيب الجمل دي انا مجهزها عشان يبقى في السريع كده، انا مجهزها هنا كده، فهاخدهم كوبي بس في السريع علشان الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش طويل. انجازا للوقت انا باخدهم كوبي وبيست عشان وقت الفيديو. دي بس انا هصغرها لان دي الجمله دي جمله دعائيه بس كده، فانا هحطها هنا وهخلي لونها باللون الاصفر عشان تبقى باينه. كلمه هوت اند فريش انا هصغرها شويه، يعني هجيبها بالحجم ده مثلا، وهبدا اجيبها هنا كده في النص. كلمه برجر هتبقى تحتها وتبقى كبيره زي ما هي كده، عشان انا عايز اعمل لها يعني فوكس كده في الديزاين. هخلي هوت اند فريش ممكن تبقى باللون الابيض، هخلي برجر تبقى باللون الاصفر، هخلي الجمله دي، ولكن دي انا هعمل فيها حاجه مختلفه دلوقتي. طيب بس هنصب دول في الاول بس عشان ايه يبقى الدنيا مظبوطه معايا من الاول. كلمه برجر انا بس محتاج ان انا اخليها تبقى ماشيه مع الحرف من هنا ومع الحرف من هنا، فانا هصغر شويه بس من هنا كده عشان تبقى مظبوطه معايا بالشكل ده. جميل قوي الكلام. طيب هعمل سيلكشن على توداي بيست ديل، وهروح اغير نوع الفونت بتاعها، واختار الفونت اللي هو ده اسمه بريتي اني، بريت اني. تمام. يعني انا شايف ان هو شكله لذيذ كده ومدي طعم مختلف في الديزاين بتاعي. هغيره بس عشان تشوفوه باللون الابيض، مدي كده يعني روح مختلف شويه. ولكن انا عندي مشكله هنا، وهي الفواصل اللي بين الكلمات. هنا تو داي، هنا المفروض في فاصل هنا كده بيست ديل. الجمله دي عشان جمله مش اساسيه بالنسبه لي، فانا مستخدم فيها خط هي جمله كمنظر بس، انا حاططها في الديزاين بتاعي. ولكن انت هتراعي الجمل اللي هتحطها في الديزاين بتاعك، هتراعي انها تكون متناسقه مع بعض، ما تكتبش بخطوط تكون يعني الجمل الاساسيه اكتبها بخطوط تكون خطوط تعرف تتقري كويس. لحد كده الدنيا كويسه والدنيا تمام. تعالوا نعمل حاجه بقى، الجمله الدعائيه اللي احنا هنحطها. انا هنا حطيت تو داي بيست ديل، مش المفروض الجمله دي تكون هنا، هي اتكتبت بالغلط. هي المفروض انها تكون confirm your order، اللي هي اكد الاوردر بتاعك او اطلب الاوردر بتاعك. جميل جدا. تمام. هسيبها كده وهحط في الناحيه الثانيه قصادها كده، عملت دوبليكيت اهو، وابدا اكتب رقم التليفون مثلا، اي رقم بقى اللي هو المفروض رقم المطعم. يعني انا كاتب رقم عشوائي بس مجرد ايه، حاجه بس يعني حاجه عشوائيه كده للشرح مش اكتر. شبه انا خلصت الديزاين بتاعي، ولكن في شويه تريكات بسيطه هنعملها مع بعض. هروح عند إيليمنت، وهروح عند الشيبس الاشكال، وهختار الشكل ده، وهبدا يعني اجيبه هنا كده عشان اكتب الاوفر بتاع المطعم عليه. هخلي لونه هغيره، هجيب السلايدر هنا كده وهخلي اللون كده، وبعدين هجيب نسخة من الهود دي عشان يبقى نفس الخط، وهعمل دوبليكيت وهكتب عليها 50%. تمام. وهجيبها هنا، بعدين هعمل منها دوبليكيت تاني وهكتب عليها كلمة اوف. اوف يعني عرض او خصم او حاجة زي كده. في لمسة كده انا هعملها هتدي التصميم روح مختلفة، لمسة بسيطة قوي وهتدي التصميم روح مختلفة. ازاي؟ هروح عند الاليمنت بتاعتي وهكتب هنا الظل، هي مكتوبة اهي، فهجيب الظل ده وبعدين هبدأ اصغره، يعني اخليه مستطيل بالشكل ده. خلوا بالكم بقى انا هعمل روتيت بالمنظر ده، روتيت كده، وبعدين هاجي عند الطرف ده
انا هكبر عشان اشوف الديزاين بتاعي. هاجي عند الطرف واخلي الطرف ده مع ده، مع الازرق يعني، وهعمل سيلكشن وهاخد بوزيشن وهاخد الظل ده وهرجعه تحت خالص، تحت الفريم الازرق اللي انا عامله، وهعمل منه دوبليكيت تاني، نسخه تانيه يعني، وابدا الفه عشان يبقى العكس بقى، وابدا اجيبه على الطرف التاني بتاع الديزاين بتاعي. تعالوا بقى نشوف شكله من بعيد هيكون عامل ازاي. اداله روح مختلفه تماما، ولكن انا حاسس ان هو ظل قوي شويه، فهبدا اقلل الاوباسيتي بتاعته، يعني مش كتير، ممكن 86 على حسب بقى انت ورؤيتك في التصميم. يعني انا شايف ان هو اداله لمسه فنيه كويسه كده، اداله لمسه. ممكن انا اكتفي بشكل التصميم بالشكل اللي قدامي ده، ولكن انا ممكن اعمل حركه تانيه. هاخد كلمه برجر دي وهاخدها هنا كده، بس هغير لونها للون الازرق اللي هنا ده، وهقول لكم ليه دلوقتي. هجيب الاي دروبر وهخلي اللون بالازرق او الكحلي اللي قدامي. هجيب اداه التايب او سوري، يعني هعمل سيلكشن عليها، وهاجي بالسلايدر هنا كده وهعمل انتر، وبعدين بعد حرف اليو انتر، بعد حرف الار وانتر، بعد حرف الجي وانتر، بعد حرف الاي وانتر. بقيت معايا الكلمه بالشكل اللي قدامي. يعني دي لمسه كده، لو حابب تضيفها اوكي، مش حابب براحتك، بس انا بقول لك الافكار ممكن تيجي مني. اللي عملته في كلمه برجر هنا هعمله في كلمه فريش اللي هي هنا دي، هعمله هنا. طيب هاخدها كوبي برضو، يعني هاجي عليها هنا كده كوبي. عايز تخليهم قصاد بعض ماشي، عايز تحطهم في منتصف الديزاين بتاعك مفيش مشكله. بس يا سيدي ادي الديزاين، شكله يعني شكله كويس جدا، وشكله لذيذ، وشكله حلو خالص. ممكن اعمل حاجه تانيه يعني تبرز لي الديزاين بتاعي كويس، شكل جميل شويه، بان انا اروح عند إيليمنت وهجيب نفس الشادو اللي انا كنت جايبه من هنا، الظل ده ممكن اجيبه واحطه على المربع بالشكل ده. هكبر بس عشان اشوف وانا بظبط الابعاد بتاعه الديزاين. نبص عليه مع بعض كده. يعني ادي تصميم بسيط خالص وبسيط جدا، وما اخدش تقريبا 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير، وشكله بسيط. طبق اللي شفته عشان تتعلم، ونزل الشغل اللي طبقته نزله على الجروب. الجروب ده مهم جدا يا جماعه، للاسف الناس مش بتشترك فيه، مش عارف ليه، او الصفحه لاني بنزل عليها حاجات كتيره. انضموا ليها لانها هتكون مهمه جدا في الفتره اللي جايه، وهنتعلم منها حاجات كتير. ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك تشجعني باللايك، وتقول لي رايك في الكومنتات، وتشجعني عشان فعلا الحاجات دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود كبير جدا في التصميم بتاعها وفي تجهيزها عشان اقدر انزلها على القناه. مستني اشوف رايكم في التعليقات، ومستنيكم في الجروب تنزلوا لي التصميمات اللي عملتوها. اشوفكم بخير في الدرس اللي جاي.